يا مساء الخيال والإثارة، أهلا بيك في مجرة الأنمي، المكان اللي فيه كل حاجة ممكنة. يلا بينا نبدأ سرد أحداث الحكاية. يبدأ الانمي في مملكة لينجلاند اللي بتكون محاطة بسور بيفصلها تماما عن العالم الخارجي، وبنعرف ان لينجلاند مقسومة لدولتين، دولة ليتو في الشرق واللي معروفة بالذكاء والتقدم، ودولة ريكا في الغرب واللي معروف عنها الشجاعة والبسالة، ولكن للأسف بيكون في حروب بين الدولتين ممتدة لسنين ومش بتنتهي. وبعدها بنتعرف على الشو العراف المشهور في مدينة ريكا واللي بيقدر يتنبأ بأماكن سقوط الراكو هو من السماء، والراكو هو ده بيعتقد سكان لينجلاند انها كنز وهديه مبعوثه ليهم من السماء، وعشان كده دايما بيتنافسوا على اللي يوصل له الاول. وفي الوقت ده بيكون شو مساعدته رين قدروا يحددوا مكان سقوط الراكو هو، فبيروح الجنرال كيب جيشه للمكان علشان يفتحوه قبل قوات جيش ليتو، وفعلا بيقدروا يوصلوا ليه الاول ويفتحوه. ولما بيفتحوه بيلاقوا فيه مجموعه كبيره من اساور الربط، واساور الربط دي هي اساور بتمنح صاحبها قوه خارقه وبتديهم قوه اسمها البرايهايت اول ما يستخدموها. فبيفرح كاي باساور الربط وده لانها تساعدهم في حربهم ضد ليتو، ولكن وقتها بيتفاجئوا بهجوم قوات دولة ليتو على المكان علشان يسرقوا منهم الراكو هو، ولكن كاي بيكون اسرع منهم وبيستخدم هو جيشه اساور الربط وبيقدروا انهم يتغلبوا على جيش ليتو. ووقتها بيكون شو متابع كل اللي بيحصل وبيفكر ان الموضوع انتهى لحد هنا، لكنه بيتصدم لما بيلاقي راكو هو تاني هينزل من السماء، وبتكون دي اول مرة تحصل ان اتنين ينزلوا في نفس اليوم. ولكن المشكلة انه هيهبط في اقليم ايكوي تحديدا في قرية إدجار، وبتكون القرية بره حدود الدولتين، وعلشان كده ما بيقدرش شو انه يتدخل علشان يوصل للراكو هو. وبعدها بنروح لقرية إدجار وبنشوف اتنين من سكان القرية واللي هم بيت وألشا، وهم بيصطادوا حيوانات برية علشان ياكلوها. اما صديقتهم التالتة اتلس بتكون بتجمع الاعشاب والخضار من الجبل، وبعد ما بيخلص كل واحد مهمته بيرجعوا للقرية بالاكل اللي جمعوه علشان يقول لهم دكتور القرية سولا ان القرية بدأت تدخل في مرحلة فقر وجفاف، وده بسبب قلة الاكل اللي بيعانوا منها. ووقتها سكان القرية بيكونوا كلهم متضايقين لانهم مش عارفين ازاي يتصرفوا. وفجأة بيقع الراكو هو من السما في القرية بقوة كبيرة لدرجة انه بيدمر بيوت القرية، وفي البداية بيكونوا مش عارفين ايه ده وليه وقع في قريتهم، لحد ما بيعرفهم الدكتور سولا انه راكو هو انه يعتبر كنز من السما. فبيفرح سكان القرية جدا وبيفكروا انه هيكون مليان بالاكل وساعتها مشاكل قريتهم هتتحل، وعشان كده بيجهزوا الادوات اللي هيطبخوا فيها الاكل وبيبداوا انهم يفتحوا الراكو هو. ولما بيتفتح بيتفاجئ سكان القرية بخروج انسان من الراكو هو، وبتكون دي اول مرة تحصل في التاريخ. ووقتها بيكون شو رين فوق الجبل بيراقبوا كل اللي بيحصل في قرية إدجار، وبيتصدم شو لما بيشوف انسان بيخرج من الراكو هو وبيكون مش فاهم ازاي ده حصل. في نفس الوقت اللي بيستجوب فيه كل سكان القرية الشاب المجهول وبيسألوه عن اسمه وازاي وصل للراكو هو، فبيقول لهم انه مش فاكر اي حاجة ولا حتى اسمه، لكن كل اللي فاكره انه كان بره السور وعشان كده عايز يرجع مكانه تاني. ساعتها بيضحك كل اهل القرية عليه وبيعرفوا ان مفيش حياة بره سور مملكة لينجلاند، ولكن الشاب مش بيصدق وبيكون مصمم انه لازم يمشي ويخرج بره السور. وفي الوقت ده بيهجم واحد من جنود ليتو على القرية وبيكون مستخدم قوة البرايهايت علشان يقدر يسرق منهم الراكو هو، ولما بيعرف ان الشاب هو اللي خرج من الراكو هو مش بيصدق وبيبدأ يدمر في القرية. ساعتها بتقرر قتل انها لازم تتصرف، وفي البداية وقبل كل حاجة بتروح تجيب من هدوم والدها المتوفى وبتديها للشاب علشان يلبسها، وبعدها بتقرر انها تكشف سرها وبتخرج قتل سوارة الربط اللي ورثتها من والدها، وبتقرر انها تستخدمها علشان تنقذ بيها قريتها. وبيكون كل سكان القرية رافضين، وده لان لو الاسوارة اتكسرت وقتل بتستخدمها ده معناه انها هتموت، لكن قتل مش بتسمع لكلامهم وبتقرر انها هتدافع عن القرية لاخر نفس فيها. وفعلا بتستخدم الاسوارة وبتكتسب قوتها وبتبدأ تحارب جندي دولة ليتو واللي بيبان انه اقوى منها بكتير. ولما بيشوف الشاب المجهول اللي بيحصل بيقرر انه لازم يتدخل ويساعد البنت اللي فكرت تساعده، وعشان كده بيرجع للراكو وهو يدور على اي حاجة ممكن تساعده لحد ما بيلاقي فيه اسورة ربط، فبيقرر انه يستخدمها. وبمجرد ما بيستخدمها بيكتسب قوة كبيرة جدا تفوق قوة اي برايهايت تاني، وبيبدأ يستخدم قوته ويضرب الجندي لحد ما بيخلص عليه تماما وبيكسر له اسورته. ولكن الغريب في الموضوع هو ان الجندي مش بيموت بعد ما اسورته بتتكسر، بل بيقوم بسرعة وبيهرب من القرية لليتو مرة تانية. وساعتها بيقرر الشاب انه لازم يحط اسم لنفسه، وعشان كده بيسمي نفسه ايروباك واللي معناه السهم الحارق.
كل ده وشوبي راب اللي بيحصل بيكون متفاجئ ومصدوم من كم المفاجآت والحقائق اللي بيقابلها في يوم واحد. وبعد ما ايرو بينقذ القرية بيقرر انه يمشي علشان يخرج برا سور المملكة، وعشان كده بيستخدم قوته الخارقة علشان يوصل اسرع. في نفس الوقت اللي بتتعب قتل بسبب المجهود اللي عملته وبيغمى عليها. اما شوفا بيمشوا ورا ايرو هو ورينو، وبيستمر ايرو في المشي ناحية السور لمدة 5 ساعات متواصلين، لدرجة انه بدأ يتعب ويحس بالجوع. ساعتها بيظهر شو قدامه وبيقول ان السور بعيد جدا، ومهما فكر انه يوصل له هيكتشف انه لسه بعيد. فبيتفاجئ ايرو بيه وبيسأله هو مين، فبيعرفه شو بنفسه وبمساعدته رين، وبينصحه انه ما يخرجش بره السور لان مفيش حياة بره مملكة لينجلاند. لكن ايرو مش بيصدق كلامه وبيقول له انه لازم يخرج. ولما بيحاول شو يقرب منه بيهاجمه ايرو، ولكن شو بيستخدم قوته بسرعة وبينقذ نفسه. اما رين فبتتعصب من تصرف ايرو لدرجة انها بتكون عايزة تقتله بسيفها، لكن شو بيمنعها وبيدافع عنه. ومش بس كده، ده كمان بيقدم لايرو اكل لانه عارف انه جعان. وبعدها بيطلب من ايرو انه على الاقل يأجل خروجه بره السور لكام يوم لحد الامور ما تستقر. ولما بيشوف ايرو معاملة شو حتى بعد ما سق ليه، بيحس انه انسان كويس وعلشان كده بيثق فيه، وبيوعد انه هيأجل خروجه بره السور الفترة دي. وتاني يوم بتفوق اكل وبتكون حالتها اتحسنت، واول حاجة بتفكر فيها هي ايرو. ولما بتسأل عليه وبتعرف انه مشي من المدينة بتقوم بسرعة علشان تدور عليه، وده لان هو اللي انقذها من الموت ولازم تساعده. ولكن بمجرد ما بتفتح الباب بتلاقيه نايم قدام بيتها، وبتعرف من اطفال القرية ان في بنت جميلة جابته وسابته في القرية ومشيت. في نفس الوقت اللي بيرجع فيه شو لدولة ريكا، وبيكون لازم يقدم تقرير للملك باللي حصل. فبتنصحه رين انه ما يقولش على تصميم ايرو على خروجه بره السور، وبيوافق شو على كلامها. اما ايرو فبيكون صاحي من النوم وبيتكلم مع اهل القرية، وبيشكر بيت لانه صنع له هدوم جديدة، وكمان بيعتذر له لانه كان السبب في تدمير بيته. وبتقرر إلشا تاخده معاهم وهم بيصطادوا. وفي الطريق بتحكي له عن القرية، وان اهل القرية هم الناس اللي تم طردهم من دولة ريكا وليتو، وانهم استقروا في منطقة منفصلة عنهم اسمها اقليم ايكوي. ولكن بسبب تخلي الدولتين عنهم يا دوبك بيلاقوا غذاء يكفيهم ومحدش بيقدم لهم اي مساعدات. وبيعرفوا بيت ان القرية بتمر بمشاكل كبيرة، ان اهلها مش هيستحملوا اي مشاكل تانية. فبيفهم ايرو ان بيت قصده عليه وانه عاوز يمشي من القرية. وفعلا بتأكد إلشا على كلامه، وبتدي لايرو حيوان اصطادته ومعاه ادوات ممكن يحتاجها، وبتقوله ان دي المساعدات الوحيدة اللي ممكن تقدمها، وبتطلب منه انه يسيب القرية. فبيوافق ايرو على طلبها. وفي نفس الوقت بتسمع اميرة دولة ليتو وحكومة ووزراء الدولة وهما بيتكلموا عن ايرو اللي موجود في قرية ادجار، وبيكونوا عاوزين يوصلوا ليه باي شكل ويضموه لجيشهم، وده لانه بقوته هيتفوقوا على جيش ريكا ويكسبوا الحرب. ولكن الاميرة بترفض كلامهم، وبتقول ان الحرب اخدت وقت طويل ولازم يرجعوا للسلام مرة تانية. وبتعرفهم ان ايرو ممكن يساعد في رجوع السلام للدولتين، وعلشان كده بتطلب منهم انها تقابله. وفعلا بيكلم الوزير رئيس اقليم ايكوي وبيطلب منه انه يبحث عن ايرو في القرية، ولكن بيكون لسه هدف الوزير هو الحرب، وبيقرر انه يستخدم ايرو بدون علم الاميرة. وفي الوقت ده في القرية بيتفاجئ اهل القرية بحيوانات كتير تم اصطيادها ومتسابة في القرية. فبيعرفوا ان ايرو اللي عمل كده، وده علشان يعوضهم عن التدمير اللي حصل في القرية بسببه. وفجأة بيهجم جيش ليتو على القرية، وبيأمر القائد تفتيش كل بيت في القرية للبحث عن ايرو. ولما بيعرف من اهل القرية ان ايرو مشي منها، بيأمر رئيس الاقليم انه يدمر القرية تماما ويقتل كل اللي فيها، وده لان مفيش منها اي فايدة. ساعتها بتضطر قتل انها تستخدم قوتها من تاني، وده لانها الوحيدة اللي تقدر تدافع عن القرية. وبتقرر إلشا انها تنضم ليها، وعشان كده بتروح تفتش في الركوه لحد ما بتلاقي صورة ربط فبتستخدمها. ولكن بمجرد ما بتكتسب القوة بتتسمر الارض من تحتها، وبتقع إلشا في حفرة عميقة. وفي الوقت ده بيتفاجئ بيتي ان ايرو لسه في القرية وكان نايم في البير. ولما بيخرج وبيشوف الهجوم اللي بيحصل في القرية مش بيتردد لثواني انه يستخدم قوته ويدافع عن القرية اللي بقى بيعتبرها قريته. وفعلا بيقدر ايرو لوحده يخلص على قائد الجيش والقوات اللي معاه. في نفس الوقت اللي بيقدر فيه شوية يوصل لملفات سرية في دولة ريكا، وبيعرف معلومات خطيرة عن قرية ادجار، وهي انها نفس القرية اللي نام فيها الكائن الاسطوري اللي بيقال انه من عالم اخر. ساعتها بيعرف شو ان هبوط الراكو هو اللي فيه ايرو ما كانش مجرد صدفة، وانما كان لهدف معين ومهم جدا. وساعتها بنكتشف ان الجبل اللي تحت قرية ادجار بدأ ينهار بشكل غريب وبدون اي مقدمات. وقتها بيكون اهل القرية مصدومين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل، لحد ما بيخرج من تحت الجبل سفينة ضخمة، وبتكون إلشا في مقدمة السفينة وهي لسه مستخدمة طاقة اساور الربط. اما في دولة ريكا فبيكون الملك عمل اجتماع لجيش المملكة، وبيكافئ كاي لانه كان السبب في الحصول على الراكو، واللي فات
فادهم كتير في الجيش بسبب اساور الربط اللي لقوهم فيها، واللي سمحت لكل جندي من الجيش انه يمتلك اسوره، وبالتالي جيشهم بقى اقوى من جيش ليتو. ووقتها بيسالوا الملك عن راكو هود تاني اللي وصلت له اخبار ان الشو كان بيراقبه، فبيتفاجئ كاي بالمعلومات اللي بيسمعها اول مره من الملك، وده ان شو ما قالوش على راكو هود تاني، فبيعرف انه اكيد بيحضر لمصيبه. ولان كاي بيكون صديق شو من الطفوله بيروح فورا علشان يتكلم معاه، وبيساله ليه ما قالش على مساله راكو هود تاني. ولما بيعرف اللي كان فيه بيحذر شو من انه يتدخل او يجيب لنفسه اي مشاكل. وقبل ما بيمشي بيقول لرين انه مطمن على شو لانها موجوده معاه، وعشان كده بيطلب منها انها تحميه. وفي الوقت ده في قريه ادجار بيكون الكل لسه متفاجئ من السفينه، على عكس ايرو اللي بيكون مش مهتم بيها، وبيقول ان اهم حاجه هي انهم دافعوا عن نفسهم وحموها من الموت وحموا القريه حتى لو اتدمرت بسبب السفينه. في نفس الوقت بيكون بيت بيراقب قائد الجيش اللي ربطوه واخدوه اسير معاهم، وبيبدا القائد انه يلعب في دماغ بيت ويقنعه بخطه وانها هتكون لمصلحتهم، لكن اتل بتقول له انه لازم ما يسمعش منه لانه انسان شرير. وفي نفس اليوم بالليل واثناء ما كان ايرو نايم بيتفاجئ ببيت مجمع كل اهالي القريه وبيسرق منه اسطوره الربط، وبيقول له بكل برود انهم هيسلموه لجيش ليتو مقابل انهم يوفروا لهم مكان تاني يعيشوا فيه بدل القريه اللي اتدمرت. ساعتها بيفكرهم ايرو ان هو اللي دافع عن القريه وانقذها، لكن محدش بيهتم بكلامه، وبيكونوا كلهم مصممين يسلموه للجيش فيما عدا اتل اللي بتكون رافضه تماما اللي بيحصل، وعشان كده بتتسحب وبتروح تهدد بيت علشان تطلق سراح ايرو، لكنها بتتفاجئ بإلشا وراها وهي كمان بتهددها تسيبهم ينفذوا الخطه. ولما بتفكرها اتل باللي عمله ايرو علشان القريه وتعرفها ان اللي حصل في القريه من البدايه كان بسببه، وانهم علشان يعيشوا حياه سعيده لازم يقدموا تضحيات وايرو هيكون هو الضحيه. وهنا بيتدخل ايرو في الكلام وبيقول ان كان هدفه انه يوصل للسور، وانه ما كانش بيتمنى يدمر اي حاجه في القريه، وبيعرفهم انه ما عندوش مانع يتم تسليمه للجيش لانه عارف انه هيقدر يحرر نفسه ويحقق هدفه ويوصل للسور. وبعدها بيقول لإلشا ان هي الوحيده اللي تقدر تنقذ اهل القريه، وده لان برضه هي الوحيده اللي تقدر تحرك السفينه، وده عن طريق انها ترتبط بيها زي ما حصل الصبح. فبتقتنع إلشا بكلامه، وفعلا تاني يوم بتجمع اهل القريه وبتحركوا كلهم بالسفينه لمكان قريتهم الجديد، وبيودع الكل قريه ادجار، منها اللي فرحان انهم هينتقلوا لمكان اجمل واللي حزين على فراق القريه اللي فيها كل الذكريات. وبتوصل السفينه لمكان القريه الجديد، وهناك بيلاقوا رئيس الاقليم بنفسه مستنيهم وبياخد منهم ايرو، فبتساله إلشا لو كان ايرو هيتأذي باي شكل، وقتها بيطمنها انه هيتم تسليمه للجيش مش اكتر. فبتطمن إلشا وباقي السكان، وبيعرض لهم رئيس الاقليم صوره لقريتهم الجديده واللي بتكون مليانه بالخير والغذاء، وبيقول لهم ان كل اللي عليهم انهم يعدوا الجبل ووراها يلاقوا القريه. فبيبدا سكان القريه انهم يعدوا الجبل، اما بيت فبيقرر انه ينضم لجيش ليتو، وعشان كده بيتحرك مع القائد للسفينه وبيودع اصحابه لحد ما بيوصلوا لنص الطريق، وهنا بتبدا حياتهم تظهر، وبيجبر قائد الجيش يضرب بنفسه متفجرات على اهل القريه، وبيكون هدفه هو انه يخلص عليهم تماما. وقتها بيكون بيت مصدوم ومش فاهم ايه السبب، فبيقول له رئيس الاقليم ان سكان القريه مالهمش اي لازمه في الدوله وان الملك عايز يتخلص منهم. ساعتها بيكون بيت سرق اسوره الربط منه بكل سهوله، وبيرمي له ايرو علشان يستخدمها ويلحق الكل في اسرع وقت. وفعلا بمجرد ما بيستخدم ايرو الاسوره بتخرج طاقته، وبيبدا الخناق مع رئيس الاقليم وقائد الجيش، وبيخسر قدام ايرو اللي انقذ المدينه كلها بعد ما عرفوا اخيرا قيمته. في نفس الوقت اللي بيكون شوف اجتماع مع كبير العرافين اللي بيعرف بوجود ايرو، مش بس كده ده كمان عايز يعدي السور، فبيقول له انه يقدر يسيب المهمه لحد غيره، لكن ايرو بيرفض وبيصمم ان لازم هو اللي يقتلها بنفسه. ساعتها بيكون كاي قلقان جدا على شو لانه مش عارف اذا كان هيقدر فعلا ينفذ المهمه ولا لا. وعشان نفهم طبيعه علاقه الصداقه اللي بين شو وكاي بنرجع للفلاش باك 15 سنه وقت ما كان الاتنين لسه اطفال، وبيتم اسرهم وخطفهم من عائلاتهم علشان يتنالوا الريكا ويكونوا عبيد هناك. وبيكون كاي متمرد ورافض اللي بيحصل، على عكس شو اللي بيكون هادي ومش بياخد اي رد فعل بل كمان بيهدي كاي، لحد ما بيتحبس الاتنين في نفس السجن. ووقتها بيكون كاي على اخره من قمه الغضب لدرجه انه بيكسر الكلبش الحديدي وبيكون عاوز يهرب، لكن شو بيهديه وبيقول انهم لو هربوا في الوقت ده هينتهي بيهم الامر، يا اما حراميه يا اما مجرمين وبرضه هيرجعوا للسجن، في حين انهم لو سمعوا كلام كبار رجال الدوله واشتغلوا عندهم لما يكبروا هيقدر الكل يعرف قدراتهم واهميتهم للدوله. ووقتها
هيعيشوا حياة كريمة زي ما كانوا بيتمنوا. ساعتها بيعجب كاي بكلام شو وبيقتنع بيه، وفعلا بيتخلى عن فكرة الهروب وبينفذ خطة شو. وبنرجع لوقتنا الحالي مع كاي اللي بيروح يتكلم مع شو وبيسأله اذا كان فعلا هيقدر يخلص على ايرو سكان القرية بدون مساعدة. فبيطمنوا شو انه جهز خطة مناسبة، وفي الخطة بيطلب المساعدة من الشياطين الاربعة. فبيشجعوا كاي يكمل مهمته وبيفكروا بالوعد اللي بينهم، وهو انهم يحموا ريكا مهما كلف الثمن. وعلى الجانب التاني بنتعرف على الشياطين الاربعة اللي بيكونوا بينفذوا هجوم على منطقة محايدة بين الدولتين. وبرغم ان قوات الجيش بتطلب منهم عدم الحرب لان المنطقة للسلام، لكن الشياطين مش بيهتموا بكلامهم وبيبدأوا الهجوم. ووقتها بيبان قوتهم الخارقة المختلفة والجبارة، واللي بسببها قدروا يخلصوا عن المنطقة في 5 دقايق بس. وبعد ما حققوا انتصار جديد ليهم بيتحركوا لمواجهة اهل قرية إدجار. في نفس الوقت اللي بيكون ايرو واللي معاه بيشوفوا خريطة لينجلاند وبيحاولوا يلاقوا اي مكان مناسب بعيد عن الدولتين والحروب اللي بينهم علشان يستقروا فيه. ولكن ساعتها بيسمعوا اصوات قوية بره السفينة وبيتفاجئوا لما بيلاقوا شو معاه جيش ريكا، وبيبعت لهم شو رسالة الملك اللي بيقول لهم فيها انهم بقى مالهمش اي لازمة في الدولة. ومش بس كده، دول كمان بيشكلوا خطر عليها بسبب ايرو اللي يعتبر معاهم، واللي بيهدد امن الدولة بسبب هدفه انه يعدي السور. وبتبدأ قوات الجيش في الهجوم على السفينة، وقتها بيستخدم ايرو قتل قوتهم علشان يدافعوا عن السفينة ويصدوا الهجوم، في حين ان يلشا بتستخدم قوتها علشان تتحرك بالسفينة بعيد عن قوات الجيش. وفي الوقت ده بيوصل الشياطين الاربعة، وهنا بتتراجع قوات الجيش وبيسيبوا المهمة ليهم. واول حاجة بيعملوها هو انهم بيرشوا مادة بتأثر على السفينة وبتخليها تعطل. ووقتها بيظهر شو قدام ايرو اللي معاه، واول ما بيشوفوا ايرو بيتعرف عليه وانه نفس الشاب اللي ساعده واداله اكل وطلب منه يأجل خروجه بره السور. فبيقول له شو انه كلامه صحيح، ولكن المرة دي فهو جاي علشان يحاربه. وبيعرفوا ان معاه اقوى 4 جنود مرتزقة هيخلصوا عليهم بكل سهولة، وعشان كده بيطلب منه انه يسلم نفسه بكل هدوء. لكن ايرو بيرفض وبيفضل انه يحارب بشرف. وفعلا بتبدأ الجنود الاربعة في الهجوم على ايرو واتلي اللي بيكونوا بيدافعوا عن القرية بكل استماتة وبكل قوتهم. وبيظهر ان كل واحد من الشياطين عنده قوة مختلفة، منهم اللي عنده قوة الدفن، ومنهم اللي عنده قوة الاعاصير، ده غير اللي عنده قوة المية، واللي عنده قوة النار والحريق. وفي الوقت ده بيقدر ايرو يكتشف قوة خارقة جديدة فيه، وهي انه بيقدر ينقسم ذاتيا لاكتر من نسخة، وكل نسخة فيهم بتقدر انها تحارب وتضرب لوحدها. وده اللي بيستغله علشان يهجم على الشياطين الاربعة في نفس الوقت، وفعلا بيخلص عليهم وعلى قوتهم. ساعتها بيكون شو مبهور باللي بيشوفه، وبيعرف ان ايرو لسه عنده مهارات كتير لكنه مش عارف يكتشفها. ولما بتيجي رين تؤمر الجيش يتقدم بدل الشياطين الاربعة ويكمل هجوم بيوقفها شو. ومش بس كده، ده كمان بيحبسها غصب عنها، وبتكون رين مصدومة من اللي بيعمله ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. وبتتصدم اكتر لما بتلاقي شو رايح لايرو وبيستسلم قدامه. ومش بس كده، ده كمان بيطلب منه انه ينضم ليه، وانهم بيتعاونوا سوا علشان يوصلوا لبر السور. ساعتها بيكون ايرو واللي معاه مش فاهمين ايه اللي بيحصل، لحد ما بيقول لهم شو انه تاكد من قوتهم وانه عايز ينضم ليهم ويتخلص من سيطرة ريكا عليه. وبيأمر الجيش انه يرجع للدولة تاني ومعاهم رين، ولكن ايرو اللي معاه مش بيصدقوه، وعشان كده بيكتفوه وبياخدوه للسفينة. وبيقول له ايرو انه لو فعلا صادق وعايز يساعدهم يبقى لازم يعرفهم ازاي يخلوا السفينة تتحرك من تاني. فبيعرفهم شو ان المادة اللي رشاها الشياطين مفعولها هيروح بعد ساعة، وان وقتها يقدروا يتحركوا بالسفينة مرة تانية. ولكن بيت بيكون لسه مش واثق فيه، وده لانه اخر مرة وثق في قادة جيش ليتو خانوه خيانة صعبة، وعشان كده بيقولوا انه لو فعلا صادق لازم يعرض حياته للخطر علشانهم. فبيعرفهم شو انهم لسه ما قابلوش اقوى عدو ليهم، وان لما يوصل علشان يحاربهم مفيش حد يقدر يقف قدامه ويمنعه غيره، وساعتها يثبت ولاؤه ليهم. في نفس الوقت اللي بترجع فيه رين للدولة مصدومة، ولما بيسألها كاي على اللي حصل بيتفاجئوا لما بتقول ان شو خانهم وخان الدولة وانضم لايرو وجماعته. ولما بيسمع كاي الخبر بيتصدم، وساعتها بيفتكر ذكرياته مع شو. وبنرجع فلاش باك قبل 10 سنين وقت ما كاي كان لسه متعين جندي جديد في الجيش، وساعتها بتكون مهمته انه يبحث عن الراكو مع باقي الكتيبة. وفي الوقت ده بيقابل شو وهو ماشي في الغابة، فبيحميه بسرعة وبيطلب منه انه يمشي من المكان، وده لان قوات الجيش في كل مكان وممكن تأذيه. فبيعرفوا شو ان الراكو مش هنا، وبيقول له انه حسب المكان اللي هينزل فيه وبياخده على هناك. وفعلا بيتفاجئ كاي لما بيلاقي الراكو هناك زي ما قال شو. وقبل ما يحتفل انه اخيرا بقى الراكو هو لوحده، بيتفاجئ بجيش ليتو وهو بيهجم عليهم علشان يسرقوا منهم. وبرغم ان كاي كان لوحده لانه بيقدر يخلص عليهم كلهم وبدون اي مساعده. ساعتها بيوصل رئيس وزراء ريكا وبيكون فاكر ان كاي وشو من الجواسيس، وعشان كده بيرفع سيفه
وبيكون هيقتل كاي بدون تردد. ساعتها بيقف شو قدامه وبيحمل درجة انه بيتجرح وبينزف، وساعتها بيوصل الامبراطور ولما بيشوف اللي كاي عمله بيكافئه بدل ما يقتله وبيعينه جنرال في الجيش. اما شو فبيعينه من كبار العرافين في الدولة علشان يساعدهم على تحديد اماكن الركهو. وبيفوق كاي من ذكرياته وقتها بيكون مصدوم وحزين لان شو اللي كان بيدافع عنه قبل 10 سنين بقى دلوقتي من الاعداء اللي مضطر انه يحاربهم. اما شوفا بيكون بياخد جولة في السفينة وبيقدر يوصل لمميزات وخدمات في السفينة ما كانوش قادرين يوصلوا ليها، زي الاضاءة اللي بتنور كل السفينة والتكييفات اللي بتحسن من الجو، وحتى بيكتشف تكبيرات صوت بتسمح بالتواصل خارج وداخل السفينة. وفي الوقت ده بتتكلم إلشا معاهم وبتقول لهم ان الاعداء وصلوا ولكن الغريب انه عدو واحد بس، فبيعرف شو انه يبقى كاي. وبتقول لهم إلشا ان المهمة سهلة وانها تقدر تخلص عليه لوحدها، وده طبعا لانها ما كانتش تعرف قوة كاي الجبارة اللي بتخليها تفقد كل قوتها في مجرد لحظات بسيطة. ولما بيشوف هيرو اللي بيحصل بيخرج يواجه كاي وبيستخدم قوة التضاعف وبينسخ من نفسه اكتر من نسخة بيهجموا كلهم على كاي مرة واحدة. ووقتها بيكون فاكر انه بالطريقة دي وصل لنقطة ضعف كاي، لكنه بيطلع غلطان لان كاي برضه بيتغلب عليه لوحده. وهنا بتيجي اخر محاولة هي مساعدة اتل اللي برضه بتكون قوتها ضعيفة قصاد قوة كاي. ووقتها بيقول لهم شو ان قوة كاي بتعادل قوة 1000 جندي وانهم مستحيل يقدروا يتغلبوا عليه، وان هو الوحيد اللي يقدر ينتصر عليه ولكن بذكائه. وعشان كده بيحط خطة سريعة وبيطلب من الدكتور سولا انه يساعده فيها. وبعدها بيتكلم مع كاي من مكبرات الصوت وبيقوله انه جوه السفينة. وقتها بيكون كاي في قمة غضبه منه وبيقوله انه خاين، لكن شو بيكون مش شايف نفسه خاين وانه بس قرر يساعد ناس تانية غير ريكا بعد ما فقد الامل في ان دولة ريكا تتحسن. وبيخرج شو من السفينة وبيقابل كاي وبيطلب من الكل انهم يخلعوا اساور الربط علشان يتكلموا بهدوء، فبيخلعها كاي لكنه بيكون لسه في قمة غضبه. وبيفكر شو بوعدهم لبعض قبل 3 سنين لما الاتنين وعدوا بعض وعد الدم انهم هيحموا الدولة وهيسعوا لتغييرها للافضل. ساعتها بيقول لشو انه فعلا نسي الوعد وان مهمته دلوقتي هو انه يغير العالم مش بس الدولة. فبيتعصب كاي من كلامه وبيقوله انه لازم يقتله لانه خان دولته. وفعلا بيقرب منه في ايده السيف، لكن وقتها بيقف كاي قدامه وبيدافع عنه وبيرجع الاتنين يستخدموا قوتهم وبيدخلوا في معركة كبيرة. ساعتها بيوقفهم صوت شو هو بيطلب من سولا اطلاق المدافع، وفي نفس اللحظة بتوصل رسالة استغاثة لكاي من رين بتقوله ان في انفجار قريب من قصر الامبراطور. ومع امر شو بضرب القاذفة التانية بتيجي رسالة الاستغاثة التانية من رين، والمرة دي بتقوله ان الانفجار كان اقرب من اللي فات. وساعتها بيتكلم شو بيقوله ان السفينة اثرية من الاف السنين وان قوتها اللي مكتوب عنها في الملفات السرية محدش يتوقعها، ومن ضمنها المدافع اللي بتقدر توصل لبعد اميال وتفجر المكان اللي هو عاوزه. ساعتها بيخاف كاي على سكان الدولة الابرياء وعلشان كده بيقرر انه ينسحب، لكنه بيعرف شو انه مش هيستسلم وانه من اللحظة دي بقى عدو اللدود وهيرجع ينتقم منه. وفعلا بيمشي كاي وبيسيب شو على السفينة، ووقتها بيتأكد الكل من ولاء شو ليهم لانه ساعدهم ووقف في وش صديق طفولتهم علشانهم. وساعتها بيعترف لهم شو بالخطة اللي رسمها وان مفيش قذائف ولا حاجة في السفينة، وانما هي بقنابل زرعها قرب القصر قبل ما يسيب الدولة، وانه قدر يفجرها بزرار التحكم عن بعد. وقتها بيقول له غير انهم اكيد هيكتشفوا الخدعة قريب، وفعلا بيوافقوا شو في الرأي، وعلشان كده بيقول لهم انهم لازم يتحركوا ويروحوا عند السور في اسرع وقت. في نفس الوقت بيعرف الامبراطور ان كاي فشل في المهمة، وعلشان كده بيؤمر انه يأدب نفسه ويحبسها قبل ما يفكر يرجع للجيش من تاني. وساعتها بتوصل له رين للسجن اللي هيأدب نفسه فيه، فبيطلب منها كاي انها تبقى مساعدته الشخصية الجديدة، خاصة لانها كانت قريبة من شو كده تقدر تساعده. فبيتوافق رين على طلبه، وده لانها بتكون عايزة تنتقم من شو على اللي عمله. اما ايرو واللي معاه فبيكونوا اتحركوا بالسفينة في اسرع وقت، وده لانهم عايزين يوصلوا للسور قبل ما يتم اكتشاف خطتهم. وعشان كده بتستمر إلشا في تحريك السفينة لمدة 3 ساعات متواصلة، وده بيخليها تفقد كل قوتها وبيغمى عليها. ساعتها بيقدر شو يوصل لنظام تحريك السفينة الذاتي وبيفعله، وبينقلوا إلشا للسفينة وبيعالجها الدكتور سولا. وعلى ما إلشا ترتاح ويكملوا رحلتهم بنفس السرعة بياخد شو كل اهل القرية في جولة في السفينة، وبيكتشفوا فيها اماكن واجهزة جديدة بتخليهم مبهورين بيها. في نفس الوقت اللي بتكون رين قاعدة مع كاي ومستنياه يخلص فترة عقوبته، وبيفكروا سوا في اللي ممكن يعملوه علشان يقدروا يتغلبوا على شو اللي معاه، لحد ما بيجي وزير الدفاع وبيتهم رين ان هي كمان خاينة، وده لانها كانت مساعدة شو مع ذلك ما بلغتش عنه. فبتحاول تقنعه رين انها ما كانتش تعرف اي حاجة عن نوايا شو، والدليل انها اول ما عرفت نيته انضمت لكاي علشان يخلصوا عليه. لكن الوزير مش بيصدق كلامها وبيقول لها انها مفصولة من جيش الدولة وان معاها 3 ايام هتكون حرة فيهم تماما لحد ما يرجع
الامبراطور، وساعتها هو اللي هيقرر ايه هيكون عقابها، وبيكون كاي متابع كل اللي بيحصل وللاسف مش بيقدر يساعدها. وبنرجع للسفينه وبنشوف ان ايلشا بدات تفوق وتتحسن بعد فتره من الوقت، وساعتها بيجتمع الكل وبيفكروا سوا في الطريق اللي هيمشوا منه، وده لانهم هيكونوا مضطرين يعدوا على قريه تبع دوله ليتو علشان يوصلوا للسور. وبتكون القريه دي تبع راجل في الجيش اسمه أليستون، ووقتها بيقرر شو انهم يعدوا من القريه ويشوفوا ايه اللي هيحصل معاهم، ولو حصل هجوم هيدافعوا عن نفسهم لحد ما يخرجوا من القريه. وفعلا بترجع ايلشا تتحرك بالسفينه وبتمشي في اتجاه القريه، وفي الوقت ده بيظهر شاب مستخدم قوته الخارقه من اساور الربط وبيقف قصاد السفينه وبيمنعها تتحرك. وقتها بيفكر ايرو انه جندي من الجيش، وعشان كده بيستخدم هو كمان قوته وبيخرج يحاربه، ولكن بمجرد ما بيضربه ضربه بسيطه بيقع على الارض وبيفقد كل قوته عشان يتصدم انه يبقى طفل صغير وكمان ضعيف. فبياخدوا معاه ايرو بسرعه للسفينه، وهناك بيقول لهم الطفل على المزرعه اللي عايش فيها، فبياخدوه على هناك ومعاهم اكل الكل اللي في المزرعه. ولما بيوصلوا بيتفاجئوا ان المزرعه كلها اطفال من نفس سنه، ووقتها بيعرفوا من الاطفال قصه المزرعه، وبيبداوا يحكوا ليهم ان اسمهم الاطفال الوسيمه، وان تم اختيارهم بعنايه واتحرموا من اهلهم، وان بيتم عليهم اختبارات غير ادميه بتتسبب في تدمير مخهم، وان اللي بتحصل عليه التجارب مستحيل يرجع لطبيعته مهما حصل. وبيعرفوا ان المسؤول عن التجارب هو أليستون، وبيقولوا انهم في يوم قدروا يهربوا كلهم من تحت ايد أليستون واستخبوا في المزرعه، ولكن للاسف بيخلص من عندهم كل الاكل وده اللي بيسبب ضعفهم. فبيتاثر الكل بحكايتهم، وبيبدا اهل القريه يجهزوا ليهم الاكل. ساعتها بيوصل أليستون بعد ما بيكون اخيرا عارف مكانهم، وقتها بيشوف اكبر طفل في المزرعه واللي يعتبر قائدهم، ولكنه بيخاف يروح يواجهه، عشان كده بيتدخل ايرو وبيستخدم قوته علشان يساعد الاطفال ويدافع عنهم. وفعلا بيقدر انه يتغلب على أليستون واللي معاه بمجرد ضربه واحده، وده بيخوفهم وبيخليهم يهربوا بسرعه. وبعدها بيروح ايرو علشان يتكلم مع قائد الاطفال، ووقتها بيشوفه وهو بيعيط وبيقول له انه جبان وانه مش قادر يدافع عن نفسه ولا عن اصحابه. فبيتعصب ايرو من خوفه، وعشان كده بيقرر انه يتخلى عنهم. وفعلا بيروح شو لأليستون وبيقول له انه هيسلموا الاطفال، ولكن مقابل انه يسمح لهم يعبروا من قريته، وكمان يقول لهم على الخريطه اللي هتوصلهم للسور اسرع. فبيوافق أليستون فورا على الاتفاق، وبيروح مع ايرو علشان يستولى على المزرعه. ساعتها بيشوف الاطفال ان ايرو اتخلى عنهم، وبيفهم القائد ان ايرو عمل كده لانه شاف انه جبان. فبيتعصب جدا وبيقرر انه لازم يتشجع ويدافع عن المزرعه حتى لو هتكون نهايته. وفعلا بيستخدم اسوره الربط اللي معاه وبيروح يهجم على ايرو وبيضربه، ولكن الغريب ان ايرو مش بيرد له الضربات، ولكنه بيكون مستسلم تماما. في نفس الوقت بيهجم بقى الاطفال على أليستون واللي معاه وبيقضوا عليهم. ساعتها بنعرف ان كل ده كان خطه من ايرو شو عشان يظهروا قوه الاطفال الحقيقيه ويخلوهم يتغلبوا على خوفهم. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيقدر الاطفال واخيرا انهم يدافعوا عن نفسهم. ومش بس كده، دول كمان بيقرروا انهم مش هيهربوا تاني، ولو أليستون فكر يهجم عليهم تاني برضه هيهاجموه. وبعد ما بيطمن ايرو عليهم بيقرر انهم يكملوا رحلتهم للسور. وفعلا بتتحرك السفينه في طريقها للسور، وساعتها بيتكلم شو مع ايرو وبيقول انهم فريق قوي، وده لان كل واحد فيهم بيكمل التاني، لان هو ذكي وبيقدر يستخدم عقله. اما ايرو فبيكون قوي بيعرف يستخدم قوته بشكل صحيح. وبيوافقوا ايرو في رايه انهم فعلا فريق قوي. وبعدها بيجتمع الكل وبيفكروا في الخطه اللي جايه ليهم، ووقتها بيقول لهم شو انهم قربوا جدا من حدود السور، وانهم في نفس الوقت هيكونوا متراقبين من جنرال الشمال التابع لدوله ريكا. وبيعرفهم ان جنرال عنيف بيسعى للحرب بدون اي نقاش، وانهم علشان يتجنبوه لازم يعدوا من منطقه محايده بين الدولتين، لانه وقتها مش هيقدر يهجم عليهم، والا يعتبر اعلان صريح للحرب بين الدولتين، وساعتها هتحصل مشاكل كبيره. وفعلا بيقتنعوا بكلامه وبيقرروا انهم يعدوا من منطقه محايده علشان يحموا نفسهم. في نفس الوقت اللي بيطلب فيه اهل القريه يقابلوا شو اورو، وبيعرفوهم انهم مش عايزين يكملوا الرحله معاهم ولا عايزين يدمروا السور، وده لانهم مش عارفين ايه مستنيهم بعد ما يدمروا السور، واحتمال حياتهم كمان تتدمر. وعشان كده بيطلبوا منهم انهم ينزلوه من السفينه في اي مكان ويكملوا رحلتهم لوحدهم. فبيعرفهم ايرو ان فات الاوان على كلامهم، وده لان خلاص قربوا جدا من السور. ده غير انهم لو نزلوا في اي مكان بيعرضوا حياتهم وحياه اطفالهم للخطر، وعشان كده بيكونوا مجبرين انهم يكملوا رحله سوا. اما في مملكه ليتو فبيوصل للاميره فين اللي عمله أليستون، وعلشان كده بتلومه وبتقوله ان اللي عمله في حق الاطفال جريمه كبيره جدا، وبتطلب منه انه ما يتعرضش ليهم تاني، والا المره الجايه هيكون في عقاب شديد ليه. فبيخرج أليستون من عند الاميره وهو متضايق، وبيقول انه اتصرف صح، وده لان كده كده الاطفال دي كانت هتموت بسبب الفقر، وبيتريق على الاميره ونظام حكمها. ساعتها بتسمعوا قائده الجيش براك اللي بتروح تهاجمه وبتجرحه جرح عميق في دراعه، وبتقوله ان ده عقابه لانه ضايق الاميره وكمان قلل منها، وبسبب اللي عملته بيلومها الوزراء، ولكن براك بتكون مصممه انها ما غلطتش، وان
وان ده اقل رد فعل ممكن تاخده قدام اي حد ممكن يضايق الاميره. وبعدها بنروح لدوله ريكا وبنشوف رينو وهي بتستغل ايام حريتها في البحث عن اي حاجه تساعدها ضد شو، وبتروح بيته تفتش فيه لكنها مش بتلاقي اي دليل عليه، ولكنها في نفس الوقت بتفتكر كلامه وانه في يوم لما حلاها عن متفجرات بيصنعها، فبتروح فورا تقول لوزير الدفاع اللي اكتشفته. وفعلا بيقدر وزير الدفاع يوصل لخطه شو ان الانفجارات اللي حصلت كان بسبب المتفجرات اللي زرعها في القصر مش بسبب السفينه، وعشان كده بيروح يقول لرئيس الوزراء عن المعلومات اللي وصل لها. ووقتها بيلاقي رئيس الوزراء بيتكلم مع جنرال الشمال اللي بيطلب منه الهجوم على السفينه، لكن الوزير بيرفض، وده انهم هيتسببوا في حرب بين البلدين. فبينهي الجنرال المكالمه وهو متعصب وبيقول ان الوزير جبان وخاف من المواجهه. في نفس الوقت اللي بتكون السفينه واخيرا وصلت للسور، فبيتحمس ايرو وبيخرج لوحده علشان يدمر السور، وبيكون فاكر ان المهمه بسيطه وان بمجرد ما يستخدم قوته السور هينهار، ولكن المهمه طلعت اصعب مما يتخيل، وده عشان السور كان قوي جدا ومش بيأثر فيه قوه ايرو، وحتى لما بتساعده قتله وبتستخدم قوتها برضه مش بيتأثر، لدرجه ان شو بيفكر ان السور ممكن يكون بيمتص القوه وعلشان كده مش بيتأثر فيه، وبيقرر انه يستخدم مدافع السفينه وفعلا بيجهزها وبيطلق القذائف والمتفجرات ناحيه السور، وبرضه مش بيتأثر السور ولو حتى بشرخ بسيط. ولكن فجأة بيخرج من السور مدافع كبيره وبتبدأ تهاجم السفينه، فبيعرف الكل ان السور من صنع البشر مش الآلهة زي ما كانت الدوله بتكذب عليهم، وعشان كده بيحموا نفسهم من هجوم المدافع وبيضطروا انهم يبعدوا عن المنطقه المحايده ويخرجوا منها. ساعتها بيكون الجنرال مراقب اللي بيحصل، وبمجرد ما بيخرجوا من المنطقه المحايده بيبدأ الهجوم عليهم، وبسبب الهجوم اللي من كل مكان بيكون يرو قتل مش عارفين يلحقوا عن الهجوم والدفاع عن السفينه، لحد ما بيتفاجئوا بالقائده براك اللي بتطير فوقهم وبتتكلم مع الجنرال وبتقول له يوقف هجوم على السفينه. ساعتها بيتهمها الجنرال انها دخلت لحدود ارضه، لكن براك بتعرفه انها ما نزلتش على الارض وده معناه انها مش في ارضه، وبتقدر براك تشتت انتباه الجنرال لحد ما بترجع السفينه للمنطقه المحايده مره ثانيه. وقتها بتقول له براك انه لو فكر يهجم عليهم يبقى بيعلن الحرب بين الدولتين، فبيضطر الجنرال انه يتراجع، لكنه بيوعدهم انه هيرجع ليهم مره ثانيه. وبعدها بتنزل براك تتكلم مع شو باقي الفريق، وبتعرفهم ان الاميره فيني طلبت زيارتهم في دوله ليتو، وبتطمنهم انها هتوفر ليهم كل الامان. وقتها بتفكر يكشف باقي اهل القريه وبتعرف ان ده امن وانسب حل ليهم، وعلشان كده بتوافق على الزياره، ومن بعدها بيوافق الكل فيما عدا ايرو اللي بيكون مصمم يفضل عند السور علشان يدمره. وقتها بيحاول يقنعوا شو ان ليتو بلد العلم والذكاء وانهم هناك ممكن يلاقوا حل لتدمير السور، لكن ايرو بيفضل مصمم على قراره، وعشان كده بيضطروا يسيبوه لوحده عند السور. ولكن براك بتعرفه انها هترجع له مره ثانيه وهتقنعه يروح معاه ليتو، وده لان الاميره طالبه تقابله هو بشكل شخصي. وفي نفس الوقت في دوله ريكا بتروح رين تعرف كاي كل المعلومات الجديده اللي وصلت لها، وبتعرفه ان الوزير عفى عنها وسمح لها تشتغل معاه وتكون مساعدته. وبتقول له رين انها حاسه ان شو كان مخطط لكل حاجه من اول تلميحه قدامها بالقنبله علشان تكتشفها لحد تخطيطه انها تشتغل مع كاي، وده بيخليها تحس انها مجرد عروسه بيحركها شو زي ما هو عايز. وعشان كده بتقول لكاي انها هتسعى علشان تنتقم منه اشد انتقام. وبنرجع لشو بقى اهل القريه اللي بيكونوا بداوا رحلتهم لدوله ليتو، وفي الطريق بيحكي لهم شو عن الاميره فيني اللي تعتبر من الست النبلاء اللي في مملكه لينجلاند، وانها بتسعى للحب والسلام على عكس امبراطور ريكا، وبيعرفهم ان براك هي كمان من ضمن الست النبلاء وانها تبقى فارسه الاميره وحارستها الشخصيه اللي بتثق فيها. وفي الوقت ده بيكون وصلوا ليتو بيتفاجئوا لما بيلاقوا كل الشعب في الدولتين واقفين في استقبالهم. ومش بس كده، ده كمان الاميره بنفسها بتبعت لهم رساله بترحب بيهم في دولتها، وده اللي بيخليهم يتاثروا لدرجه انهم يدمعوا لانهم لاول مره حد يهتم بيهم ويعاملهم باحترام. ولما بيدخلوا القصر بيلاقوا وليمه ضخمه في انتظارهم، فبيهجم عليها كل اهل القريه وبيبداوا ياكلوا بسعاده. وقتها بتيجي خادمه بتاخد اكل ويرش حمام السباحه علشان يقضوا وقت ممتع ويرتاحوا، وهناك بيتفاجئوا لما بيلاقوا الاميره فيني في انتظارهم وبترحب بيهم وبتتكلم معاهم وبتسالهم عن اوضاع اهل قريتهم ولو كانوا بيحبوا السلام، فبيعرفوها انهم كانوا دايما عايشين في سلام وعمرهم ما سعوا ورا الحرب. وده بيطمن الاميره فيني اللي بيلاحظ يرشا وقت تواضعها معاهم وانها بتتعامل معاهم كانها مواطنه عاديه مش اميره للدوله. وبعد ما بتخرج الاميره من حمام السباحه بتتكلم مع براك وبتطلب منها انها تحاول مع ايرو مره ثانيه لانها عايزه تشوفه ضروري، فبتوعدها براك انها هتجيبه للدوله في اسرع وقت. وفي نفس الوقت عند الحدود الشماليه بتتفاجئ ان الامبراطور بنفسه راح لهناك علشان يشهد على اعدام الجنرال. اما عند ايرو فبيكون تعب وفقد كل قوته بسبب السور اللي بيحاول لساعات انه يدمره، لكن
للاسف بدون اي فايده، وبيحس ايرو بجوع شديد بسبب المجهود اللي عمله. ولحسن الحظ ان الدكتور سولا رفض يسيبه وفضل معاه عند السور، وده لانه بيهتم بيه وبيبدا يحضر له العشاء. وساعتها بيساله سولا لو كان ندمان انه ساب اصحابه ويروحوا لليتو لوحدهم، فبيعرفوا انه حس انه اناني، لكن في نفس الوقت ما كانش عايز ينسى هدفه الاساسي وهو تدمير السور. وفجاه واثناء ما كانوا بيتكلموا بتظهر براك في السماء وبتخطف ايرو وهي بتعتذر له، وده لانها هتاخده ليتو حتى لو بالاجبار. ولكن طبعا ايرو مش بيسكت وبيستخدم هو كمان قوته ضدها علشان يفلت منها. وقتها بتاخده براك وبتطير بالارتفاع عالي فوق السور، وهناك بيتفاجئ ايرو بمروحيات خطيره بتهاجم اي حد بيقرب منها. فبتعرفه براك ان تدمير السور مش امر سهل، وانه لازم على الاقل يسمع كلامها دلوقتي ويثق فيه. ولما بتفقد براك الامل في ايرو انه يقتنع بتضربه لحد ما بيغمى عليه وبتاخده لدوله ليتو بالاجبار. في نفس الوقت اللي بيكون شو قاعد مع كبار رجال دوله ليتو، واللي بيكونوا عايزين يعرفوا منه اسرار ريكا علشان يستخدموها ضدهم. فبيقول لهم شو انه موافق يديهم اسرار ريكا ولكن بشرط، وهو ان هم كمان يعرفوه السر اللي يستخدموه في تطوير اساور الربط. وده لانه شاف براك قبل كده من سنين وما كانتش بتقدر تطير، ومعنى انها اكتسبت القدره دي يبقى تم تطوير الاسوار الخاصه بيها. وبيكون الاتنين مصدومين من كلام شو انه قدر يكتشف سرهم بسهوله، لكن شو بيضطر انه يقطع الاجتماع، وده بعد ما بيعرف من بيت ان ايرو وصل للقصر ولكن مغمى عليه. فبيخرج شو بيقابل بيت وبيروحوا الاتنين سوا للمكان اللي شافوا الجنود متدخلين ايرو فيه، وبيتفاجئوا لما بيشوفوه متكتف في مختبر، وبيتصدموا اكتر لما بيلاقوا براك داخل المختبر. وبتمر الدكتور انه يبدا اختبارات على ايرو علشان يعرفوا هو مين وايه سر قوته المختلف عن اي حد. وقتها بيقرر شو بيت يتدخلوا وينقذوا ايرو، علشان كده بيصاب بيت ناحيه جهاز التحكم بيكسره، فبتتفك قيود ايرو، وساعتها بيقدر يستخدم قوته وبيهرب من الدكتور ويطارد براك اللي بيبدا معاه خناقه قويه بسبب خداع عليه. ولكن بمجرد ما بيشيل القناع من على وشها بيتصدم الكل، لان في الحقيقه مش براك اللي بتكون عايزه تاذي ايرو، ولكن الاميره فيني اللي بيبان عليها الشر على عكس شكلها البريء اللي شافوها قبل كده. وبيبان على الاميره انها مش في وعيها وبتتصرف عكس طبيعتها الطيبه، وده بيفسروا الثلاثه على انها مصابه بمرض انفصام الشخصيه. وقبل ما يحاولوا يتفاهموا معاها بيتفاجئوا بهجومها القوي عليهم، وبيكون كل هدفها هو انها تخلص عليهم باي شكل، لدرجه انها بتدمر اي حاجه بتيجي في طريقها لمجرد بس انها توصل لهم. وبيكون الثلاثه في قمه الرعب من اللي بيحصل، خاصه لان ايرو حتى مش هيقدر يستخدم قوته ويأذي الاميره، لحد ما بتقدر الاميره تحاصرهم في مكانه وبتقول لهم ان دي نهايتهم ولازم يموتوا. ساعتها بتوصل براك وبتطلب من الاميره انها ترجع اوضتها وترتاح، وبتوعدها انها تخلص عليهم بنفسها. فبتسمع الاميره كلامها وبتمشي وبتسيب براك تتصرف مكانها. فبيفكر ايرو واصحابه ان براك هتعفو عنهم، لكنهم بيتصدموا لما بيعرفوا ان خطتها هي انها فعلا تخلص عليهم. وبتقول لهم انهم عرفوا سر الاميره، وان اي حد بيعرف سر الاميره لازم يموت ويدفن معاه السر. وقتها بيقرر ايرو انه يستخدم قوه اساور الربط، وبياخد شو بيت وبيحميهم جوه جسمه الخارق، وبيبدا القتال مع براك اللي هي كمان بتضطر تستخدم قوتها. في نفس الوقت اللي بتكون قاتله بتجهز نفسها علشان ترجع لايرو عند السور، ولما بتشوفها يلشا بتحاول توقفها وبتقول لها انها محتاجاها معاها في ليتو، لكن قاتله بترفض وبتقول لها انها في ليتو ومعاها كل اهل القريه، لكن ايرو لوحده عند السور واكيد بيجهد نفسه في تدميره، وان الدكتور سورا مش هيقدر يساعد ايرو علشان كده لازم يكون معاه حد يساعده. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيشوفوا الخناقه القويه اللي بين ايرو وبراك، وبيكونوا مش فاهمين ايرو وصل للقصر امتى وايه هي سبب الخناقه. اما ايرو فبيستخدم كل طاقته علشان يخلص على براك، ولكن في اخر لحظه بيفقد كل قوته بسبب المجهود اللي بذله واللي كان اقوى منه. ساعتها بتقول لهم براك ان دي النهايه اللي مش هيقدروا يفلتوا منها. وفي الوقت ده بيوصل الدكتور سولا اللي بيقف قدام براك عشان يمنعها تقتل ايرو، وبيقول لها انه مش هيسمح لاخته تقتل ناس بريئه. ساعتها بيتصدم الكل لما بيعرف ان سولا يبقى اخو الفارسه براك، ومش بس كده ده كمان بيكتشف ان سولا يعرف بمرض الاميره فيني، وده من كلامه مع براك اللي بيقول لها انه خرج من الدوله علشان يبحث عن اي علاج يساعد في حالتها، وبيعرفها ان بدل ما تسعى لقتلهم تقدر تستخدمهم لحمايه الاميره من خطرها على نفسها وعلى اللي حواليها، وده عن طريق شو العبقري اللي يقدر يلاقي حل مناسب لحالتها. اما ايرو فبيقدر يحمي الناس من خطر الاميره، وده لانه بيقدر يحارب الناس ويكسر اساور الربط الخاصه بيهم بدون ما يقتلهم، لكن براك مش بتقتنع بكلامه وبتصمم انها تقتلهم. ساعتها بيضطر سولا انه يستخدم اخر كارت معاه، وبيشغل ضوء قوي في المكان بيمنع الكل من الرؤيه، وبيستغل اللحظه دي وبيهرب هو وايرو اللي معاهم في ثواني، وبيقدر سولا ياخدهم لمكان سري في القصر محدش يعرفه غيره. ووقتها بيكون ايرو واصحابه مش فاهمين اي حاجه من اللي بتحصل، وعلشان كده بيطلبوا من سولا انه يقول لهم الحقيقه. فبيبدا سولا يحكي لهم القصه من البدايه، وبيقول لهم انه كان
من النبلاء في دولة ليتو، وان بعد موت الامبراطور كان في 40 وريث ليه من ضمنهم فيني اللي كانت احتمالية توليها العرش ضعيفة جدا بسبب صغر سنها وشخصيتها الضعيفة. وفي الوقت ده كانت فيني قريبة جدا من براك اللي كانت بتعلمها الطيران بالطيارات الورقية. وفي يوم واثناء ما كانت فيني في جولة بالطيارة مع براك حوالين القصر بيشوفهم سولو وبيفكر انه طائر غريب بيهاجم القصر، وعشان كده بيصاب سهم ناحيته وبيوقع الطيارة واللي بسببها بيقعوا الاتنين من فوق ارتفاع عالي جدا، وبتتصاب فيني اصابة خطيرة وبرغم اصابة براك لان كل اللي كانت بتفكر فيه هو فيني، وعشان كده بتتخانق مع اخوها اللي كان السبب في اللي حصل. ووقتها بيكون سولو حاسس بالذنب ومش قادر حتى يدافع عن نفسه. وفي الفترة دي بتحصل حاجة غريبة وغير متوقعة، وهي ان فيني بتفوز بمنصب رئاسة الدولة في نفس الوقت اللي بتكتشف فيه اصابتها بانفصام الشخصية بسبب اصابة دماغها من الحادثة. ووقتها كانت عايزة تتخلى عن الرئاسة لكن براك بترفض وبتقول لها ان لو حد عرف حقيقة مرضها هيتخلصوا منها، وعشان كده لازم يكون الموضوع سر بينهم هما التلاتة. ومن وقتها بتقضي براك كل حياتها في حماية فيني. اما سولو فبيخرج من الدولة وبيدرس الطب على امل انه يلاقي علاج لفيني، وبعد ما بيخلص سولو حكايته بيقول لهم انهم يقدروا يتحركوا تاني يوم ويهربوا من ليتو، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان براك حبست كل اهل القرية واخدت من قتل وإلشا صور الربط علشان ما يقدروش ينقذوا نفسهم. وبيكون الكل مش فاهم ايه اللي بيحصل وايه سر الانقلاب الغريب اللي حصل عليهم. وتاني يوم في دولة ريكا بيروح الامبراطور بنفسه يزور كاي في السجن وبيقول له ان مدة عقوبته انتهت، وبيطلب منه انه يحضر مباراة قتل هتحصل في الساحة الملكية. وفعلا بيروح كاي مع رن المباراة، وهناك بيشوف واحد من اللي خانوا الدولة واللي بيروح الامبراطور يتكلم معاه. مش بس كده، ده كمان بيديله فرصة انه يدافع عن نفسه وبيقول انه هيدخل معاه في قتال، ولو فاز عليه مش بس هينقذ حياته ده كمان هيكون امبراطور المملكة. وبيدي للخانق صورة ربط علشان يستخدمها ضده، وبيكون الكل متحمس ومترقب المباراة، وهم مش فاهمين ازاي عجوز في سن الامبراطور يقدر يحارب شاب قوي كمان معاه صورة ربط. لكن اللي ما كانوش يعرفوه هو ان الدولة اخترعت سلاح جديد، وبيكون السلاح قوي لدرجة انه بيقضي على الشاب بمجرد ضربة واحدة حتى هو مستخدم صورة الربط. وساعتها بيشجع الكل الامبراطور على التطور اللي بيحصل في المملكة. وقتها بيعرفوا من الامبراطور ان ده الوقت المناسب اللي يقتحم فيه ليتو، فبيفرح كاي بالخبر جدا، وده لانه هيقابل شو هينتقم منه زي ما كان بخطط. وتاني يوم بتوصل للاميرة فين رسالة من الامبراطور ريكا، وبيعرفها في الرسالة انه هيقتحم ليتو بعد يومين وانه واثق في الفوز، وبيديها اموال تخرج من الدولة او حتى تستسلم. ولكن وقتها بتحصل حاجة غير متوقعة، وهي ان فين بتسيطر على شخصيتها الشريرة، وبدل ما توصل لتفاوض مع الامبراطور بتقبل الحرب، وكمان بتسخر منه وبتوعده انها تكسب بكل سهولة. وبعدها بتتواصل فيني مع عالم المختبر وبتأمره انه يصنع كل الاسلحة اللي يقدر عليها وفي اسرع وقت، وده لان الحرب هتكون بعد يومين بس. وقتها بيتكلم معاها مساعدينها وبيعرفها ان الدولة مش مؤهلة للدخول في الحرب، لكن فين بتضرب واحد فيهم بقوة وبتقوله ان هي اللي هتقرر مصير الدولة لوحدها. وفي لحظات بترجع شخصية فين الحقيقية لكنها مش بتقدر تسيطر على جسمها، وبترجع الشخصية الشريرة للسيطرة عليها مرة تانية، وبتقول ان هي الوحيدة اللي تقدر تفوز بالحرب لان فين الحقيقية شخصيتها ضعيفة واكيد هتخسر. وقتها بيشوف الكل التغير الكبير اللي حصل في شخصية فيني، وبيعرفوا بمرضها اللي قعدت سنين بتخبيه عن عيون الناس. وبيبدأ الجنود يلفوا في الدولة يبلغوا المواطنين بالحرب، وساعتها بيكون صورة في السوق وهو متنكر علشان يشتري اكل، وبيرجع للمخبأ السري وبيقول للبائع على خبر الحرب. وقبل ما يخلص كلامه بيتفاجئ بهجوم قوي عليهم، وبيكون الهجوم من مساعدة واحد من النبلاء الستة اسمه رودولف، وبتأمر سولا واللي معاه انهم يتحركوا معاه، وده لان رودولف عايز يقابلهم. ولما بيوصلوا لهناك بيتفاجئوا بشخص ضخم جدا وشكله مخيف، وفي البداية بيفكر ايرا انه شرير وبيكون عايز يهاجمه، لكنه بيعرف من سولا ان رودولف قوته اكبر من قوة اي شخص تاني، وده لانه عنده اسورة ربط اساسية في جسمه. ده غير انه بيحكي لايرا عن قلبه الطيب، وانه بيجمع كل الحكام اللي المفروض يتم اعدامهم وبيشغلهم عنده بدل ما يقتلهم. وساعتها بيتكلم رودولف وبيقول لهم انه حاسس بالذنب لانه اتبرع لفين بالدم وقت العملية، وده لانه حاسس ان دمه هو السبب في مرض الانفصام اللي اتصابت بيه. وقتها بيتفاجئ سارة بالمعلومات اللي اول مرة يعرفها من رودولف، ولكنه بيتصدم اكتر لما بيعرف ان الاميرة فين دلوقتي افترى لاعدام كل اهل القرية وان محدش هيقدر يوقفها. في نفس الوقت اللي بنشوف فيه الاميرة فين وهي بتتكلم مع إلشا اللي قررت انها تبدأ باعدامها، وعشان كده بتخيرها بين الموت او انها تحارب براك، وساعتها لو خسرت هتقطع اطرافها وتعذبها بطريقة وحشية. ولان إلشا مش بيكون في ايدها اي حاجة غير انها تحارب حتى لو واثقة انها هتخسر، فبتختار انها تحارب براك، ولكن بشرط هو انها لو فازت تحرر كل اهل القرية وتعفيهم من الاعدام. فبتوافق الاميرة على شرطها وبتوعدها انها تنفذه. وهنا بتبدأ إلشا المبارزة مع براك، واللي بيبان طبعا تفاوض براك الملحوظ على إلشا، لكن إلشا مش بتستسلم وبتستخدم كل
بكل قوتها وهي حاطه قدامها هدفها، وانها لازم تحرر اهل القريه اللي مالهمش اي ذنب في اللي بيحصل ودايما مظلومين. في نفس الوقت اللي ما بيقدرش ايرو يسكت بعد ما عرف بخبر الاعدام، وعشان كده بيحارب رجاله الاميره اللي كانوا جايين يقبضوا عليه، وبيستخدم قوته وبيخبي اصحابه في جسمه الصلب علشان يحميهم من اي ضرر ممكن يحصل لهم. وبيكون ايرو متعصب جدا من اللي بيحصل، خاصه لانه مش لاقي اي مخرج يهرب منه ويروح لقصر فيني، وعشان كده بيقرر انه يختبر قوته اللي لسه لحد دلوقتي ما يعرفش كل اسرارها، وبيركز على انه لازم يطير في اسرع وقت عشان يتفاجئ هو والكل باجنحه ضخمه بتظهر له، وفي ثواني بيستخدمها ايرو وبيطير على قصر فيني، وهناك بيلاقي المبارزه في قوتها ما بين يرشا وبراك، وبيتدخل ايرو بيكون عاوز يكمل القتال مكان يرشا لكنها بترفض، وبتقول له انها لازم تحارب لوحدها وتفوز كمان، وده عشان الاميره فيني تنفذ وعدها وتحرر بقى اهل القريه. فبيحترم ايرو قرارها لكنه بيطلب منها انها تستخدمه، وفجاه بيحول ايرو نفسه لسيف قوي، وبتكون دي المفاجاه الثانيه اللي بيكتشفها ايرو في قوته في نفس اليوم، وفعلا بتاخد يرشا السيف وبتحارب بيه براك، وبيساعدها ايرو وبيزود من سرعته لحد ما بتضربها الضربه القاضيه وبتقسمها نصين، وبيكون الكل منتظر موت براك، لكن كالعاده بتكون قوه ايرو انه ينتصر على اللي قدامه بدون ما يقتله. وقتها بتنتظر يرشا ان فيني تنفذ وعدها، لكنها بتتفاجئ بيها بتضحك عليها، وبتقول لها انها مش بس هتقتلها، دي كمان هتقتل براك واي حد يعترض طريقها، وبتاخد فيني صورة الربط الخاصة بيها وبتستخدمها عشان تزود قوتها وتقتل الكل. وقتها بتسمع ايرو بيمنعها وبيقول لها ان سبب مرضها هو رودولف لان هو اللي اتبرع لها بدمه، لكن فيني مش بتهتم بكلامه وبتستخدم الاسوره. وقتها بتقابل شخصيتها الحقيقيه اللي بتقول لها انها دايما كانت جبانه وخايفه، ولكن دلوقتي جه الوقت اللي تتحمل فيه نتائج غلطها، وتعترف انها السبب في موت اشخاص كتير، لكنها هتصلح كل ده ومش هتسمح لها تتحكم فيها تاني. وفعلا بتحارب فيني شخصيتها الشريره وبتقدر تنتصر عليها وتمحيها للابد، واخيرا بترجع فيني لشخصيتها الحقيقيه وبيحتفل الكل بعلاج اميرتهم. ووقتها بتقول لهم فيني ان البلد داخله على حرب خطيره، وعشان كده يبذلوا كل طاقتهم علشان ينتصروا ويطلعوا باقل الخسائر. وفي الوقت ده بتقرر يرشا بما انها زعيمه قريه ادجار انها تتعاون مع الاميره فين ويحاربوا سوا ضد ريكا. في نفس الوقت اللي بيبدا في امبراطور ريكا يجهز جيشه وبيخطب في الجيش علشان يحمسهم للحرب، وبيوزع على الكل اساور الربط علشان يستعدوا للحرب. وفي الوقت ده في دوله ليتو بتتكلم الاميره فيني مع الوزير وبتعترف له بحقيقه مرضها، وبتقوله ان هي السبب في دخول الدوله حرب ضد ريكا، وعشان كده بتقرر انها تعترف للشعب بموضوع الانفصام اللي كانت بتعاني منه. ولكن وقتها الوزير بيرفض وبيقول لها ان الشعب كله بيثق فيها ومطمن انه داخل الحرب لان هي اللي هتقود الجيش، وان خبر مرضها في الوقت ده هيرعب الشعب واحتمال يضعف الدوله ويشتتها، وعشان كده بينصحها انها تخبي امر مرضها لحد ما الحرب تخلص. ولكن فيني مش بتقتنع بكلامه، عشان كده بتتكلم مع إلشا وإتلي في نفس الموضوع، والاتنين بيكونوا رايهم من نفس راي الوزير، وبيعرفوها انه هيكون تصرف خاطئ لو قررت تعلن عن مرضها في الوقت ده، وبيطمنوها انهم جنبها ومش هيسيبوها لحد ما تتخطى المحنه اللي هي فيها. فبيتكلم شوب خبرته في التعامل مع الامبراطور ووزراء ريكا، وبيقول انهم احتمال كبير يهجموا عن طريق مدينه اسمها شيوي. وبعد نقاشات كتير بتقرر فين انها توزع الجيش على اكتر من مدينه من المحتمل ان ريكا تهجم منهم، وبيكون هدفها مش بس الدفاع عن نفسهم في الحرب، وانما هو الفوز والانتصار الساحق على ريكا. وبعدها بيروح شو يتكلم مع ايرو وبيقول له ان الحياه في ارض لينجلاند اتبدلت من ساعه ما ظهر هو، وبيقول انهم لازم يكسبوا الحرب وينتصروا على ريكا ويجمعوا الدولتين في دوله واحده تحت شعار لينجلاند. وبيطلب من ايرو انه يكون هو حاكم الدوله، ومش بس كده ده كمان بيقول له ان قوه جنود ريكا مع ذكاء علماء ليتو يقدروا يوصلوا لحل ويدمروا السور النهائي ويخلوا لينجلاند تظهر للعالم كله. فبيقتنع ايرو بالفكره وبيتحمس لها جدا، وبيقول لشو انهم عشان ينفذوها لازم يبداوا من مدينه شيوي لانها المدينه اللي محتمل بشكل كبير ريكا تهجم على ليتو منها. وفعلا بيروح شو مع ايرو هناك، ووقتها بيتفاجئوا بهجوم كاي عليهم، وبيكون كاي وريم بس هم الوحيدين من جيش ريكا كله. ساعتها بتطلب ريم من كاي انه يسيبها تتولى امر ايرو، اما هو فبيحاول يوصل لشو يخلص عليه، وفعلا بيوافق كاي على طلبها. وعشان كده اول ما بيخرج ايرو بيسيب رين هي اللي تقابله وتبدا معاه المعركه. وفي البدايه بيكون ايرو بيقلل من قوه رين، لكنه بيتصدم لما بيشوف ان قوتها اكبر بكتير من ما كان متوقع. اما كاي فبيمشي لاتجاه السفينه اللي فيها شو، وطبعا شو بيكون مجهز خطه كامله عشان يفوز عليه، وبيبدا بالمدافع اللي بيصوبها في كل اتجاه ناحيه كاي. وبعدها بيجي دور ايرو اللي بيستخدم قوته في الطيران وبيرفع بيها كاي في الهواء عشان يقلل من قوته. وبعدها بيطلع ايرو سلاحه عشان يضرب بيه كاي وخلص على قوته، لكنه وقتها بيتفاجئ بريم بتعترض طريقه وفي ايديها متفجرات، وبتكون مقرره انها تفجرها وتضحي بنفسها في سبيل انها تنقذ كاي، لكن ايرو بيلحقها على اخر لحظه وبيقطع السلك.
سلك، وبيقول لها انها انانيه وضعيفه لانها فكرت في الحل السهل بدل ما تواجه العدو بشجاعه. وبعدها بيتحول ايرو لسيفه وبيسمح لاتل انها تستخدمه وتقضي على قوه كاي، وفعلا بتنفذ كل الخطه وبتنهي قوه كاي تماما وبتصيبه اصابه قويه. وبعد الحرب القويه اللي حصلت بيكون شو متضايق وبيقول انه كان لازم يقضي على كاي لانه مش هيسيبه في حاله وهيرجع ينتقم منه مره تانيه. وقتها بيكون ايرو عارف انه لسه بيحب كاي وبيعتبره صديقه لكنه مش قادر يعترف بده، وعشان كده بيقول لايرو انه مش هيسمح لكاي يموت لان في يوم من الايام هتتحد الدولتين وهيكون كاي من حلفائهم وساعتها هترجع صداقتهم من تاني. فبيفرح شو بكلام ايرو وبيرجع له الامل من تاني. وفي نفس الوقت في مدينه تانيه بيهجم جيش ريكا على دوله ليتو، ولكن لما بيعرف الامبراطور ان جيشه هيتهزم بيتدخل وبيضرب براك بسهمه السحري اللي بيطيرها من المدينه لحد قصر الملكه، وبيقول للاميره فين ان ده انذار عشان تعرف ان جيشه ضعيف. وفي الوقت ده بيعرف ان الجنرال كاي اتهزم من شو ايرو، ولكنه مش بيهتم بالموضوع وبيقول انهم هيكملوا هجوم تاني يوم. وبنرجع لايرو وشو اللي بيكونوا رجعوا لدوله ليتو، وهناك بيعالجوا جرح ايرو اللي اتجرحوا في ايده بسبب رين. ووقتها بيقول لشو ان الجرح اللي في ايده عميق وده هيتسبب له في اعاقه لمده فتره، ومش هيقدر يستخدم السيف اللي بينهي بيه قوه اي اسوره ربط بدون ما يقتل صاحبها، وده هيخليهم يلجأوا لطرق تانية عشان يتغلبوا على جيش ريكا واللي للاسف احتمال يقتل ارواح بسببها. وبرغم ان ايرو بيكون رافض الفكره دي لانه مش بيكون عنده اي طريقه تانية. وفي الوقت ده بتكون فيني متجمعه مع قوات الجيش بعد ما انقذوا براك من سهم الامبراطور، وبيكونوا بيتناقشوا في قوه جيش ريكا وهل هيقدروا يتغلبوا عليه ولا هيتهزموا. وقتها بيسمعوا اصوات عاليه من بره القصر، وبنعرف ان المواطنين عاملين مظاهرات قدام القصر، وده لانهم قلقانين انهم يخسروا الحرب، خاصه بعد ما الكل شاف اللي حصل لبراك. وعشان كده بتطلع الاميره فيني في خطاب وبتكلم الشعب وبتطمنهم ان جيشهم قوي وانهم ضامنين الفوز على ريكا، وبتطلب منهم انهم يثقوا فيها وهي تحمي حياتهم مهما كلف الثمن. وفعلا بيرتاح كل الشعب بعد كلام فيني وبيثقوا فيها وفي الفوز في الحرب، لكن وقتها بتكون براك في قمه حزنها وده بسبب اللي حصل ليها واللي حسسها بالضعف. ومش بس كده، ده كمان خلى الاميره تتعرض لموقف محرج قدام شعبها. واثناء ما كانت براك ماشيه بتفكر في الغابه بتتفاجئ بجنرال جيش ريكا ومعالي الامبراطور وهم بيهاجموها، وبيكون هجومهم مش مجرد هجوم عادي، وده لانهم بيكونوا ناويين فعلا يخلصوا عليها، وعشان كده بيكتفوها وبيرموها في النهر. وفي البدايه بتستسلم براك لقدرها وبتقول انها لازم تموت وتتخلص من احساسها بالعار، لكنها في النهايه بتفتكر انها لازم تنتقم لنفسها ولكل الشعب على اللي حصل وبيحصل فيهم، وعشان كده بتستجمع كل قوتها وبتحاول تنقذ نفسها عشان تحقق الانتقام. في نفس الوقت اللي بتتكلم فيه إلش مع فين وبتطمن انها ضربت جيش قريه ادجار وانهم هيكونوا موجودين في اي وقت تحتاجهم في سواء للحرب او لحمايه الدوله. اما شوفا بيكون بيعمل ابحاثه علشان يطور اساور الربط، وبيكون مشغول جدا في ابحاثه وبيسعى انه ينفذها في اسرع وقت عشان يفوز على ريكا. ووقتها بيكون ايرو مراقبه ومش فاهم ايه الدافع الخفي اللي مخلي شو بيسعى للفوز على ريكا باي طريقه. وتاني يوم بتقوم معركه تانيه بين الجيشين، والمره دي بيروح كاي للحرب برغم اصابته اللي لسه ما تعافاش منها، وده لانه بيكون محرج وحاسس بالعار لانه اتهزم مرتين بسبب شو، وعشان كده بيكون مصمم المره دي انه يخلص على شو مهما كلف الثمن. ولكن بسبب اصابته القويه بيقدر ايرو انه يضعف قوته وينتصر عليه بكل سهوله وبدون مجهود، وبيسيبوا الباقي جنود الجيش علشان يأسروه ياخدوه السجن. في نفس الوقت اللي بتروح رين للامبراطور وبتقوله انها مستعده ترجع لساحه الحرب من تاني، وعشان كده بيديها الامبراطور صوره ربط جديده واللي بتكون من اهم قواها هو الطيران، فبتستخدمها رين بسرعه وبتروح على ساحه المعركه وبتلحق كاي من قبل ما يأسروه وبتنقذه منهم. وساعتها بتقوله انها اكتسبت قوه جديده وبتطلب منه انهم يرجعوا يتعاونوا سوا علشان يخلصوا على شو، لكن كاي بيرفض وده لان كبرياءه بيمنعه ان مساعدته هي اللي تساعده. ساعتها بتتخانق معاه رين وبتقوله انه فعلا ضعيف لانه بيفكر بكبريائه برغم انه ممكن يستخدمها كسلاح وبتزود قوته بدون ما تجرح كبرياءه ولا تأثر على شكله، وبتعرفه انها مش محتاجاه وانها هتقدر تكمل المهمه بنفسها. وكلامها بيأثر في كاي وبتخليه فوق ويراجع نفسه من تاني، وعشان كده بيقول لها انه موافق على خطتها، فبتفرح رين وبتسمح له يستخدم قوتها، وفعلا بيستخدم كاي اجنحتها وبيوصل لشو فريقه. ساعتها بتتحمس قتله وبتخرج لوحدها تحارب كاي، لكنها ما كانتش تعرف ان قوته زادت، وعشان كده بيخلص عليها بكل سهوله. وبعدها بيخلص على إلشا وبيبعدها عن السفينه، وبيروح يتكلم مع شو بيقول له انه ما بقاش يسعى لقتله، ولكن عدوه الحقيقي هو ايرو، لان ايرو اللي خلاه يتخلى عن دولته ويؤمن بيه وبقوته، وان بمجرد ما يخلص على ايرو هيكون حقق الانتقام منه. وكلام كاي بيخلي شو يتاكد انه رجع لشخصيته القويه من تاني. اما ايرو فبيجهز نفسه عشان يقابل كاي في ساحه المعركه، ولكن بمجرد ما بيستخدم يده المصابه بيحس بألم شديد لدرجه انه بيصرخ
بيصرخ بصوت عالي وهو مش قادر يتحمل الألم. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع ايرو ومين هينتصر في نهاية الحرب الضخمة اللي بين الدولتين؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من المسلسل. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الحكاية هدينا لايك وادعمنا باشتراك، واستنى الحلقة الجاية من مجرة الأنمي. دايما عندنا الجديد. سلام.